في الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار إلى جنيف بانتظار نتائج العمليات السياسية ولا سيما مع استمرار وقف العمليات القتالية، يراهن السوريون على أن الحوار السوري على أرض الوطن هو الحل الوحيد لما آلت إليه أحوالهم، وهذا ما عملت عليه ورسخته وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، مؤكدة أن هذا الزمن هو زمن المصالحات الحقيقية عبر مؤتمر شامل جمع وجهاء ووسطاء المناطق في دمشق وريفها. اليوم أيها الأحبة الزمن زمن المصالحات. اليوم زمن المصالحات الحقيقي. كل شيء اشتغلناه من قبل وكل ما أنجزناه من قبل هو بروفات. مع كل عظمة ما اشتغلنا اليوم ساعة نسأل منقول أنجزنا أكثر من 50 مصالحة على مستوى القطر. أنا بقول لكم الأيام القادمة وعام 2016 يجب أن يكون عام مضاعفة هذا الرقم. المجتمعون أكدوا أن الهدنة هيأت المناخ المناسب لإيجاد مساحة آمنة لعودة الأبناء الضالين إلى حضن الأم سوريا، ساعين لأن تكون المصالحات شاملة كحال أحياء دمشق وريفها التي تعتبر نموذجا يحتذى به ليعمم على جميع المحافظات، بحيث تكون الكلمة الفصل في هذا الأمر لأبناء سوريا وحدهم. المعركة معركتان، معركة سياسية أخلاقية ومعركة عسكرية. المعركة العسكرية من حمل السلاح لا يمكن المصالحة إلا بالسلاح، ومن كان بالكلمة فالكلمة موجودة، وأبناء سوريا هم أصحاب الكلمة الفصل في هذا المجال. وكانت العديد من الأحياء والبلدات السورية قد سلكت طريق التهدئة عبر تجارب محلية ضيقة اتسعت لتشمل مدنا بذاتها، كما حدث في المنطقة الجنوبية وخاصة محافظة درعا، بعدما دعمت بعض القوى الإقليمية هذا التوجه، حيث لعب الجانب الروسي دورا هاما في هذه المصالحات عبر مقره في قاعدة حميميم باللاذقية. صفاء محمد لأخبار العرب، صوت العرب من دمشق.